السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده ورقه اللحمه بالخضار. هنعملوها بربع كيلو بس من اللحمه، وهنزودوا الخضار جنبها كده، ونعدوا الاكله كده وايه، ونبقى غيرنا في الاكل. وهنعمل معاها رز مبهر، برضو بالرز المصري عادي خالص، بس طعمه برضو جديد ومختلف، ونغير في الاكلات شويه. تمام. يلا بينا نشوف الوصفه. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه. اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه نعيم، عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا. عندي هنا بصلايه وسط متقطعه جوانح، هقطعها. ونتبل التتبيله دي قبل ما نعمل الوصفه بحوالي من ساعتين لتلاتة. كل ما تقعد اكتر تشرب كده من البهارات، وتبقى طعمها حلو. وهحط معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه من الملح، وربع معلقه من بهارات من السبع بهارات، وربع معلقه من القرفه، وربع معلقه من الجنزبيل، وربع معلقه من البابريكا، ورق لوري، وحبهان. هفتح الفصوص بتاعت الحبهان حوالي 3 كده، ورشة جوزة الطيب بسيطة، و3 فصوص من التوم المفرومين. يبقى البهارات ايه تاني؟ ملح، فلفل اسمر، جنزبيل، قرفة، 7 بهارات، وحبهان، ورق لوري، وجوزة الطيب. وافرك كده البصلة بيهم مع بعض. ونزلت عندي ربع كيلو من اللحمة، بلدي بقى او متلجة، طبعا ده مفيش مشكلة، كده كده هتقعد نفس السوا في الفرن. وابتدي ان انا امكسهم كده مع بعض، واراعي ان انا اقطعها حتت صغيره عشان تستوي مع الخضار، ما يكونش الخضار اتهرى. حطي بقى الخضار اللي انت نفسك فيه كله. انا حطيت جزر، وحطيت بطاطس، وحطيت طماطم، وهحط بسله. بس هحط البسله في الاخر عشان خاطر انا كنت مفرزاها، ومش هينفع اسيبها تتبل بيها، هطلعها على السوا على طول. وعندي هنا فلفل كوبي او فلفل اخضر، بقطعه برده جوانح كده. والطماطم منكترش عن واحده، علشان خاطر مش عاوزه الموضوع يتقلب معايا الطبيخ. تمام. وبعد كده نزلت عندي بعد ما سبتها حوالي 3 ساعات في التلاجة مغطياها، نزلت عندي بحوالي نص كوباية كده من البزلة. برضو كمية الخضار ترجعلك اللي انت بتفضليها. في ناس بتحط كوسة، وفي ناس بتحط بدنجان متقطع كده، بتقلي بدنجان وبتحطه اللي هو البدنجان الكوبي. بس انا فضلت الخضار ده اكتر. وفي ناس بتحط فاصوليا، اوقات بحط فاصوليا برضو خضرة. تمام. فالخضار ده يرجعلك اللي بتفضليه كله حطيه، مش هيقول لا. تمام. بصوا بقى هنا كده، انزل بيها بقى بالعصاره اللي نزلت منها دي، وكل حاجه دي نزلت من البصل ومن الخضار ومن اللحمه. الريحه بقى هنا في المرحله دي خطيره. طبعا انا في الوقت ده كنت مشغله الفرن من قبلها، وجبت عندي طاجن بايركس، ونزلت بورق الفويل، وبعد كده ورق زبده. اخلي ورق الزبده هو اللي منه للاكل على طول، عشان خاطر ما يبقاش مضر. ورق الفويل منه للاكل مضر. تمام. ونزلت كده بالخضار كله على بعضه، وجبت عندي حته من الدهن او الليه، ونزلت بيها على الوش. وحتت برضو من السمنة، ولو سمنة فلاح يفضل، مفيش زبدة تمام، مفيش ولا ده ولا ده، سمنة نباتي عادي جدا. تمام. وبعد كده هقفل ورقة الزبدة على اللحمة، على الطاجن معايا كده، واضمن ان مفيش اي جزء فاضي منه خالص، ان هو يلمسه ورق الفويل. اضمن ان الورق، يعني ورقة الزبدة، هي اللي مغطية الاكل كله معايا. تمام. واكمره كده كمره محترمه كده. كل ما اكمره جامد، كل ما ياخدش معايا وقت. لا هحط له ميه ولا هحط له اي حاجه خالص. هو الخضار هينزل العصاره بتاعته كلها كده مع بعضها، وهيستوي يبقى مية مية. دخلنا الفرن على رف اوسط، وهسيبه ياخد له ساعه، وهيطلع الخضار واللحمه كلها مستويه. نعمل بقى رز مبهر. انا هعمله هنا بالرز المصري، اوقات بعمله بالمصري، اوقات بعمله بالبسمتي. المره دي هعمله بالرز المصري. جبت معايا حتة سمنة، ونزلت فيها بقرنفل صحيح، وحبهان، ومستكة، وورق لوري، وكاري، وكركم، وبهارات كبسة لو موجود، وشوية من القرفة البودر، وعودين قرفة خشب لو موجودين، والليمون اللي هو المجفف. تمام. وبعد كده نزلت عندي بجزء من الشوربة وجزء من المية. طبعا احنا عارفين ان الرز المصري بياخد ميته عادية جدا، يعني انا كنت عاملة كوبايتين، حطيت كوباية من الشوربة وكوباية من المية. تمام. ونزلت عندي مكعب من المرق، وحطيت الرز. ده الليمون المجفف كنت فاقده الامل ان انا ما عنديش، بس في الاخر لقيت نص واحده فحطيتها، ما يضرش. ولو في قرفه خشب بيبقى واو برضه. تمام. الرز بتاعي خلاص خد سواه، ووطيت عليه لحد لما استوى بقى زي الفل. وكانت اللحمه استوت معايا زي ما قلت لكم في ساعه، وممكن قبل ساعه كمان. وخلوا بالنا في المرحله دي واحنا بنفتحوا الورقه، لان البخار، يعني البخار بيطلع، فممكن تتلسع منه. تمام. بصوا، مستويه معايا وزي الفل.
طبعا معلش البخار اللي طالع على الكاميرا دوت، بس انا ما كنتش قادره ما اوريكوش المنظر ده وانا بفتح ورقه اللحمه. بجد خطيره وحلوه قوي انك تعمليها في العيد، وحلوه كمان في ان انا اقدر ان انا اجيب كميه لحمه بسيطه وفي نفس الوقت اعمل عليها خضار كتير، ويبقى اسمي عملت خضار باللحمه. تمام. بصوا ده يبقى معايا دوب دوب كده قدمتها. الرز معايا ده بقى طعمه بيبقى جميل جدا. انا اوقات بعمل الرز البسمتي وبعمل الرز المصري، الاتنين بيبقى طعمهم جميل عادي مفيش اختلاف. بس طبعا بما ان الرز البسمتي غالي جدا وبقى سعره اوفر فمفيش مشكله يعني. في نفس الوقت برضو ده طعمه بيبقى حلو واخد من البهارات كده وجميل. وبكده اكون خلصت الوصفه بتاعتي، اتمنى انها تكون عجبتكم، وما تنسونوش بلايك واشتراك في قناتي قناه مطبخ مروه نعيم عشان ينزل لكم مني كل جديد. وبألف هنا.